السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو ان شاء الله. في هذا الفيديو غادي نهضروا على الحاله ولا الصحيه اللي وصل لها يوسف بلهنده اللاعب المغربي الموهوب. انا لله وانا اليه راجعون. قبل ما نبداو الفيديو الاخوان كندعوكم تصلوا على النبي عليه افضل الصلوات والسلام ونترحموا على الشهداء اللي صاروا في تركيا وفي سوريا بسبب الزلزال اللي تراوح المدى ديالو حتى 7.5 على سلم ريشتر. قبل ما نبداو الفيديو ايضا ما تنساوش الدعاء لهم وانا لله وانا اليه راجعون. عده صفحات فيسبوكيه ويوتيوبر ومصادر موثوقه داولت واحد الخبر الاخوه والاخوات صادم جدا بخصوص بلهنده، ولكن لله الحمد الاخوان بعد ما مشيت قلبت مزيان على المصادر اللي انا ديجا قلت لكم الا بغيتوا تعرفوا اخر الاخبار بخصوص بلهنده بارطاجيو هذا الفيديو وخليوه عندكم باش تبقاو تدخلوا ديما القناه. يوسف بلهنده بحالو بحال جميع اللاعبين اللي كيمارسوا في الدوري التركي ومنهم الكعبي وايضا بلهنده هما مغربيان جوج كيلعبوا في الدوري التركي. اخوة الاخوات وصلنا فيديو صادم الاخوان، فيديو صراحه الله صادم على الاحوال اللي كاين دابا حاليا في تركيا بسبب داك الزلزال المدمر اللي مشى على الاثر ديالو الالاف ديال الضحايا الله يرحمهم انا لله وانا اليه راجعون. بخصوص ولد الشعب بلهنده الاخوه والاخوات قريت في قناه شوف تيفي بانه بخير ولله الحمد. واردوغان الاخوه ديال الرئيس ديال تركيا راه خرج وكيهضر كيقول لهم حنا ما يمكنش اننا نوقفوا الكوارث ولكن يمكننا اننا نتصداو الكوارث بالايمان ديالنا وايضا بحال بغيتي تقول بالتعاون والاندماج ديال تركيا. قبل ما نساليو الفيديو ما تنساوش الاعجاب اشتراك في القناه انا لله وانا اليه راجعون. كنزيد نعاود نذكركم بالهنده لله الحمد يعني بصحه جيده وانباء كتقول بانه جيد هو والاسره ديالو والعائله ديالو. بخصوص الكعبي الاخوه راه وصلنا فيديوهات كتقول بان الكعبي من بعد ما حس بالزلزال كيضرب مشى هو والعائله ديالو السياره ديالو وجلسوا فيها والحمد لله والشكر لله. ما تنساوش اعجاب اشتراك في القناه وبارطاجيو.